حصل واحدة أنت تعرفها، أنا مثلا أجي أقول لك تايم أنا عايزة أتجوزك، بقبل فورا حبيبة قلبي. بجد. طلبت إيده على الهوا، وقدرت بنظراتها اللطيفة وعيونها الساحرة تجذبه وتكسب حبه. وفاء الكيلاني تقربت من تيم حسن بطريقة غريبة ومهضومة، وفارق السن ما شكل عائق بيناتهم. وصرح النجم تيم حسن إنه كانت مجرد مزحة وتحولت لواقع بعد فترة قليلة. بدأت قصة حب بين الثنائي وفاء وتيم بعد اللقاء بفترة قصيرة، وتعددت اللقاءات بيناتهم، وتسارعت الأحداث مثل ما تسارعت دقات قلوبهم. خلال برنامج هالحكم طلبت المذيعة المصرية وفاء الكيلاني من الفنان السوري تيم حسن الزواج، وهو قبل العرض بطريقة لطيفة ومهضومة، مع العلم إنه وفاء الكيلاني بتكبر تيم حسن ب4 سنين، لكن فارق العمر ما شكل عائق بيناتهم، وتوجت قصتهم الحلوة بالزواج يلي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور. وفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لعدم وجود أي مقدمات ظاهرة لقصة الحب اللي بينهم. مع العلم إنه هذا الزواج ما كان الزواج الأول إلهم اثنيناتهم، فالفنان تيم حسن انفصل عن النجمة السورية ديما بياعة عام 2012 وإله منها طفلين. والمذيعة المصرية وفاء الكيلاني انفصلت عن زوجها عام 2018 وأيضاً إلى منه طفلين. حلقة برنامج الحكم كانت مليئة بالأسئلة الشائكة اللي مهدت الطريق بيناتهم وأشعلت الحب بقلوبهم. فكان من ضمن الأسئلة اللي سألتها وفاء لتيم عن الصفات اللي بيفضلها بالمرأة، وعن طباعها وصفاتها الشكلية. والسؤال اللي فتح الطريق أمام هاي القصة هو سؤالها عن رأيه بالمرأة يلي بتطلب إيد الرجل للزواج، وإجابته بأنه بيقبل هاي النظرية وما عنده أي مشكلة. وإنتو شو رأيكم بهاي النظرية؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات.